طاسه على النار، احط فيها معلقه من السمنه البلدي، ازود كده كمان شويه، هتعزم باللحمه المفرومه بتاعتي. هنزل بنص كيلو كده من اللحمه المفرومه واسيبها لحد ما تغير اللون بتاعها. احط لها رشه من الفلفل الاسود، احط لها رشه من الملح، هنقلبها كويس. اول ما لون اللحمه معايا يغير كده هحط لها معلقه صغيره من الخل الابيض، وهقلبها كده كويس. دلوقتي هنزل ببصلتين مفرومين، وهنشوحهم مع اللحمه. بعمل لكم احلى بشاميل ممكن تدوقوها بجد، تنافس المطاعم الكبيره. ان شاء الله هتعجبكم، هتعتمدوها. دلوقتي هنحط، انا بشر طماطميتين، نقلبهم كده مع بعض. نحط فص ثوم، انا دلوقتي هحط البهارات بتاعتي زي ما انتوا حابين بقى. في من كنور كده في خلطه ال11 بهار، وفي بهارات اللحمه، بهارات لحمه كده من البهارات بتاع اللحمه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. واحط فلفل اسود، احط رشه صغيره من جوز الطيب، ونكترش، وهنحط ملح. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. طبعا بالنسبه للبهارات، في بهارات لحمه وفي حاجه اسمها ال7 بهارات، 11 بهار من كنور، اللي انتوا حابينه تحطوه خلاص ماشي، ما فيش مشكله يعني. حسيت ان هي محتاجه ملح، زودتها ملح كده شويه، نقلبها كده تاني ونقلبهم كده كويس جدا كده تاخد وتدي مع بعضها كده. خلاص اللحمه بتاعتي استوت، شايفين شكلها بقى عامل ازاي، شربت حتى السوائل بتاعتها. خلاص كده هنطفي النار عليها. احنا هنا هنحط حله فيها ميه على النار وهنسيبها لحد ما الميه ما تغلي معانا. اول ما الميه بتاعتي تبدا تغلي بالشكل ده هحط لها ملح وهقلبها كده. هنزل بالمكرونه بتاعتي القلم وهقلبها كويس وهسيبها تستوي 3/4 سوا كده. خلاص المكرونه بتاعتي اتسلقت 3/4 سلقه. هبمسكها كده بدوس عليها بلاقيها كده استوت معايا 3/4 سلقه. خلاص عشان هكمل لسه سواها في الفرن. هعمل البشاميل في الخلاط الاول. هحط كيلو من اللبن، هحط عليه كوبايه دقيق، قطعتين من الجبنه النستو، وانا كان عندي هنا قشطه، احط معلقه من القشطه او معلقه من وش اللبن. احط كوبايه بتاع ميه تسلق المكرونه اللي احنا خدناها.
وهنضربهم كلهم كويس في الخلاط. ده كده شكله خلاص، شايفين شكله كريمي جميل قوي ازاي. يلا بينا بقى نعمل البشاميل على النار. الحله عندي على النار، هحط معلقه من الزبده. سيب الزبده تسخن عندي على النار، زبده او سمنه. اول ما الزبده او السمنه يسخنوا عندي هنزل بالخليط بتاعي. واحط عندي رشه من جوز الطيب ورشه من الفلفل الابيض او الاسود. واحط عندي ملح. واقلب كل الكلام ده كده لحد ما يستوي ويبقى القوام بتاعه كريمي. احنا مش عايزين نحيقها قوي لان احنا لسه هنحط لها جبن، يعني خلوا الحياء بتاعها يكون بسيط. طبعا انا ما بسيبش الخليط، انا بفضل بقلب فيه كده علشان ما يتقلش قوي معايا. انا عايزاه يكون القوام بتاعه كريمي، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. خلاص بدأ يستوي معايا اهو، بدأ يتقل معايا. بس كده خلاص القوام بتاعي بدأ يتقل معايا. شايفين قوامه عامل ازاي؟ خلاص بقفل النار عليه كده. البشاميل بتاعتك عمرها ما هتكلكع منك ابدا. شايفين القوام بتاعي؟ شايفين المعلقه بتاعتي بيبقى شكلها كده، تبقى كلها كده الصوص بتاعها موجود عليها. هو ده القوام المناسب اللي انا عايزاه. شايفين طبعا مفيش اي كلاكيع خالص، ومش هتبوظ منك خالص البشاميل تاني. وان شاء الله هتدوقوها وهتعجبكم قوي. يلا بينا بقى نشوف الخطوه اللي بعدها. احنا هنجيب المكرونه بتاعتنا، هنجيب كده هناخد كبشه او كبشتين من البشاميل بتاعتنا، هنقلبهم كده كويس. نحط لهم كبشه كمان. كده دلوقتي احنا هنجيب الطاجن بتاعنا ونحط فيه كده كبشه من البشاميل في الطاجن من تحت. ضعها كويس بس كده. وبعدين هجيب نص من المكرونه بتاعتي هحطها في الطاجن من تحت. دلوقتي هحط اللحمه المفرومه بتاعتي. احط بعد كده باقي المكرونه بتاعتي. طبعا انا معايا هنا ميكس من الجبن هحطه بعد ما بحط المكرونه كده. احط جزء منه هنا كده. واحط على الوش بقى البشاميل بتاعتي.
هدخلها الفرن على فرن ساخن قبلها، هحطها من تحت وبعد كده هرفعها من فوق تحت الشوايه. شايفين شكلها عامل ازاي؟